أعزائنا المشاهدين مشاهدين الخبر المصري في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حضراتكم في لايف جديد. نحن الآن في قرية هوارة المقطع بمحافظة الفيوم، وبالتحديد في منزل الطالبة رحمة عماد الدين عبد العظيم أحمد بمدرسة اللاهون الإعدادية. ورحمة من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم. في البداية رحمة نقول لك ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله عرف نفسك أكتر للسادة المشاهدين. اسمي رحمة عماد الدين عبد العظيم أحمد، عندي 14 سنة، وفي مدرسة اللاهون الإعدادية. يعني اللون رحمة في البداية عرفت الخبر السعيد ده إزاي؟ امبارح كنا قاعدين عادي، واللي هو اختي بعتت لي اللي هو قالت لي ان النتيجة بانت، وبعد كده اللي هو كنت خايفة، يعني بقول لها ان انا عملت، قالت ان انت الحمد لله قفلت، يعني فكان خبر حلو يعني. رحمة اوصف لنا شعورك بقى لما عرفت الخبر ده. يعني كنت الاول مش متاكده، وقعدت اقول لهم ان يعني اتاكدوا الاول، لان انا كنت خايفه، ويعني الحمد لله كنت فرحانه قوي وعيطت وكده. طب مين بقى اللي عرفك الخبر السعيد؟ اختي يعني دكتوره يعني. الدكتورة رهاب. ايوه. طب رحمة ايه سر التفوق، ايه سر تفوقك في الشهادة الإعدادية؟ اكيد فضل ربنا يعني عليا، مم. وبعد كده يعني فضل ماما وبابا برضه عليا، بس يعني يعتبر بس. طب مين أكتر حد كان داعم ليكي، ماما ولا بابا؟ لا السؤال والدك ولا والدتك؟ ما أنا برضه يعني ماما شويه، ماما. بابا شوية؟ طب ما ينفعش بابا طيب ولا؟ بابا يعني ما كانش بيعرف ان هو يذاكر لي يعني، بس ماما كانت هي اللي بتذاكر لي يعني. مين قدوتك في الحياة العلمية؟ الحياة العلمية في كتير بصراحة، يعني دكتور مجدي يعقوب بحبه بصراحة، ودكتور أحمد زويل برضو، ودكتورة سميرة موسى، يعني كتير حلوين. حلوين. طب تحبي توجهي ايه اللي تحبي توجهيه اللي هم الطلبة اللي هم المقبلين على الشهادة الإعدادية، تنصحيهم بإيه يعني؟ أنصحهم بقى إن هم يعني بص إن هم يذاكروا أول حاجة، ما يراكموش، لأن التراكم فعلا وحش، اللي بيراكم حاجة فعلا بيندم، وإن هم بس يعني يثقوا في ربنا أكتر، وإن ربنا مش هيضيع تعبهم، وبس يعني يجتهدوا ويسيبوا الباقي على ربنا. طب انت ايه بقى يعني انت كنت بتذاكري كام ساعة في اليوم يا رحمة؟ يعني يعني انت كنت كرحمة مثلا، طبيعة حياتك مثلا في ايام الدراسة كنت بتذاكري كام ساعة؟ ايه احكي لنا اكتر يعني، عايزين نعرف الناس السادة المشاهدين اكتر يعني. يعني ما كنتش بذاكر اللي هو بالوقت المبالغ، يعني انا كنت بروح الدروس، كنت ببقى جايه تعبانه، فعادي كنت ساعات مش بذاكر، بس لما كنت بذاكر يعني لما كنت بذاكر كنت بركز حلو يعني، فممكن كنت بقعد كتير ساعات، وساعات ما كنتش هي بقعد. جت الفترة الأخيرة أصلا كانت بتواصل من بالليل بالنهار. ومعانا والدة رحمة برضه هتعرفنا اكتر عن رحمة. رحمة، هي رحمة ما شاء الله عليها، يعني دماغها كويس، يعني نسبة الذكاء عالية عندها. الحاجة التانية هي يعني من النوع اللي هي بتحب تتقن المادة، لو ذاكرت ما تقومش إلا لما تبقى فاهمها وحافظاها 100% يعني. هي كانت بتروح الدروس طبعا، وبترجع من الدروس ممكن تنام شوية، لازم تصلي طبعا، وبعدين تذاكر شوية تنام. بس هي كانت هتبدأ تتلخم في بداية الترم، لكن الحمد لله هي رجعت كثفت مجهودها أكتر، بقى بتواصل. والله احنا خدنا الفترة اللي هي قبل الامتحانات دي كانت بتواصل الليل بالنهار، يعني موجودة هي دي، كانت بتواصل المذاكرة لحد الصبح، وتصبح أبوها كان يصر إن هي لازم تنام ساعتين أو 3 ساعات مثلا. كانت تنام الساعتين دول بالعافيه وتقوم تكمل يصحيها على طول. كانت توصل من بالليل لحد الصبح، خدت ال 15 يوم الاخرى دول، يعني الله اكبر عليها، يعني ربنا يحفظ لنا عقلها يعني. رحمة معاك في البيت بتسمع الكلام ولا بتتعبك، يعني متعبة بالنسبة لك في البيت؟ رحمه يعني فيها شويه عند شويه، بس هي في الاول وفي الاخر يعني قريبه من ربنا شويه، تحب تصلي، تحب تقرا قران، تحب ان هي يعني ملتزمه، يعني هي ما بتتعبنيش من الناحيه دي الحقيقه، يعني هي ملتزمه جدا رحمه، يعني بتراعي ربنا قوي يعني بصراحه. طب مين بس رحمة؟ عنادية شوية. عنادية شوية؟ أيوة. لا العناد ده ان شاء الله عنادية شوية. تعدي الفترة الجاية. أيوة. معانا جدة رحمة. ستة جدة رحمة. امسك يا حاج. ستة أم عماد. احكي لنا عن رحمة يا حاج، رحمة او في البداية عرفي نفسك للسادة المشاهدين. أنا ستة والدة باباها. أم عماد. والدة الأستاذ عماد؟ أيوة. طب احكي لنا عن رحمة معاكي في البيت، تسمع كلامك ولا ايه؟ كويسة والله، كويسة وممتازة وبتذاكر وبتجتهد كتير والله. ماشي، ربنا الحقيقة دي والله. تسمع كلامك يعني ومجتهد. هي جدعة مؤدبة وبتسمع الكلام. ربنا يبارك لكم فيها يا رب. وهيفيدنا اكتر، هيكلمنا اكتر عن رحمة، والد رحمة الأستاذ عماد. أنا في البداية طبعا برحب بحضرتك واهتمامك بالطالبة المتفوقة أو بالتعليم، لأن التعليم هو يعني الأساس التقدم وهو أساس البلد، وهو طبعا اهتمامك برضو بطالبة في الإعدادي،
دليل برضو على ان احنا بنبص للمستقبل، لان هم بعد كده يكونوا هم المستقبل. واي كلمه او اي تقدير حتى ولو صغير للطالب المتفوق بيأثر في حياته بعد كده. بالنسبه لرحمه، هي الحمد لله يعني رحمه هي انسانه مجتهده. هي اولا بتتوكل على الله سبحانه وتعالى، بترجع بفضل الله. بعد ما بترجع بفضل الله وتقضي ما عليها، هي بتجتهد في دروسها، وهي فعلا بتذاكر، وهي من النوع اللي بيتقن عمله، مش يعني مش المذاكره بتاعتها مذاكره عاديه، لا، هي بتحب فعلا المذاكره باتقان، وهي مجتهده جدا ومطيعه، وان شاء الله انا بتنبأ ليها ان باذن الله يكون لها مستقبل كويس. الف مبروك يا زمالك. ربنا يبارك فيك يا سعيد. في نهايه اللقاء يا رحمه، حابه توجهي ايه الرساله اللي حابه توجهها لزمايلك وللساده المشاهدين يعني؟ الرسالة والله العظيم ان كل حاجة يعني على ربنا فعلا، يعني انت تعتمدي على ربنا في كل حاجة، والله العظيم مش مذاكرتك، يعني ربنا توفيق ربنا على طول، يعني مش بيكون متوقع على طول. يعني برضو تذاكري ان انت تذاكري وما تراكميش فعلا والله حاجة، ما يراكمش لان حاجة. اللي بيراكم والله العظيم فعلا بيندم. ويعني الاجتهاد بس فضل ربنا اول حاجة يعني. بس الف مبروك يا رحمه. الله يبارك في حضرتك. شكرا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه.